السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. هنعمل النهارده شويه كده محشي جميل، تشكيله كده مميزه. هنعمل محشي كرنب او الملفوف. بصوا شكله عامل ازاي، وكوسه. وهنعمل بتنجان وفلفل وحتتين لحمه كده متشوحين. باذن الله هتعجبكم الطريقه، اتفرجوا على الفيديو للاخر. تعالوا بقى نشوف هنعمل المحشي. بصوا بيبرق ازاي، حاجه كده كان طعمه تحفه. يلا نشوف المقادير بتاعتنا والطريقة بتاعت المحشي اللي الحمد لله متميزة بيها. انا عندي شوية محشي كده مشكل، عندي بتنجان وفلفل وكوسة، تشكيلة حلوة كده. وبرضو معانا كرنب. انا ان شاء الله هنقورهم مع بعض ونشيل القلب كده وهنشوف هنعمل ايه. عندي دلوقتي الرز المصري مغسول ومتقطع عليه الخضرة والصلصة بتاعة المحشي. احنا بنعملها ازاي؟ بنجيب بصلاية كده كبيرة وبنقطعها ونحط عليها شوية زيت وشوية سمنة. اول ما يكون لونها ذهبي بننزل عليها بالطماطم المفرومة، ونحط عليها ملح وفلفل اسود وكمون وشوية شطة وشوية توابل محشي. بصوا بالمنظر ده كده. ونحط برضو معلقتين زيت علشان برضو التتبيلة بالخلطة تكون حلوة قوي. لو حطينا الملح، اول شيء الملح، ونحط بعد كده الفلفل الاسود والشطة اللي هي السبايسي علشان يكون طعمه برضو كده ايه، في سنة سبايسي كده، يعني مش كتير بس يعني سنة كده ايه يا دوبك، يعني لان احنا برضو ما بنحبش الشطة كتير. ونحط شوية توابل محشي، وهنحط برضو مكعب مرقة كده برضو علشان الحاجات دي كلها بتدي المحشي تتبيلة وبتخليه مميز جدا. تحسي ان انتي بتاكلي محشي بس كده، مش محتاجة معاه لا لحوم ولا محتاجة معاه فراخ ولا شيء تاني معاه. بصراحة التتبيلة دي او الخلطة دي بتاعت المحشي بتكون جميلة قوي وبتفرق معاكي بجد على فكرة في الطعم. جربيها وعلى ضمانتي. كده معلقتين زيت اهوت، ونبدأ بقى ان احنا نقلب كل الحاجات دي مع بعضيها. عايزين الخضرة بالصلصة، التسبيكة بالرز، بالتوابل، بالزيت، كل الحاجات دي تتشرب من بعض وتتبل مع بعضيها كده علشان يبقى معانا ايه، واخدة طعم من بعضيها، وتكون لما نسوي المحشي ان شاء الله يكون متبل، يكون حلو. هنقلب برضو الخلطة اكتر من كده. نيجي بقى نقور البتنجان والكوسة. احنا بنشيل الجزء اللي هو اللي فوق كده وجزء صغير من اللي تحت. اسفة بنتي الجميلة كانت بترد بس على باباها، دي مواقف وطرائف. بصوا احنا ما بندخلش المقوار كله كده في قلب الكوساية، احنا بس بندخل بس يعني بنشوف الكوساية طولها قد ايه، وبندخل برضو ايه المقوار على قد ما هي ايه، علشان ما تطلعش من جنب التاني من الكوساية وتبدأ ان هي ايه تتقطع معانا او تتفتح او كده. نخلي بالنا برضو لان الكوسة لو اتقطعت بيحصل فيها يعني بتطلع الرز وبيكون شكلها مش احسن حاجة. وبنعمل كده فيها خطوط كده جميلة بالمنظر ده. كده احنا قورنا البتنجان والكوسة وقلبنا الرز كويس. نبدأ نحشي بقى. احنا بنحشي المحشي ما بنحشوش على الاخر، بنسيب كده قد 1 سنتي في البتنجانية او سواء ايه اللي بتحشي، علشان هو اصلا الرز لما بيستوي بيزيد معانا علشان ما يطلعش بره من الحاجة اللي احنا بنحشيها. ايوه بصوا زي كده، يعني عقل الصباع تبقى المحشية ناقصة عقل الصباع. بصوا المحشي صغير ما شاء الله. والكوسة نفس الشيء، نحشي الكوسة برضو ونسيب فيها عقل الصباع علشان تستوي كده وتاخد راحتها، ما تطلعش الرز بره ويكون شكل الحلة كلها رز كده في قلب بعضيها. وننضف كويس قوي. نفس الشيء برضو 1 سنتي بنسيب نسيبها فاضية 1 سنتي عشان تستوي كويس. كده احنا بقى بنبدأ ان احنا قربنا نخلص الكمية. بنعمل كده سريع سريع علشان كنا مستعجلين. نكمل كل الكمية زي ما حضراتكم شايفين. بصوا البتنجان صغنن وجميل كده، وتحسوه يعني ايه، المحشية بتتحط مرة واحدة على بق واحد كده، مش محتاجين ان احنا نقطع او كده يعني. انا بصراحة البتنجان بحب اجيبه صغير
والمحشي عامة بحبه يكون صغير كده، بيكون شكله حلو. وبصراحة يعني بدل ما نقعد نقطع وكده، بيكون ايه احسن يعني. المحشيات بص بسرعة مرة واحدة كده 3 محشيات وتلاقي نفسكم شبعتوا. كده حشينا كل الكمية بالمنظر ده كده. والرز المتبقي ده ان شاء الله بعد ما نعمل الكمية اللي معانا، عندنا برضو رز زايد هنعمل بيه الكرنب. ده كده الكرنب بعد ما اتحشى هو كمان ما شاء الله، بصوا شكله عامل ازاي، اللهم بارك. ما تنسوش يا حبايبي اشتركوا في قناتي على اليوتيوب ملكة المطبخ بنفس الصورة. كل اللي بيشوفني يدخل يعمل لي اشتراك ويعملوا لي لايك. بصوا المحشي جميل جدا، ولا ورق الكرنب ومحشي الكرنب يا سلام على الرصة، مرصوص رصة جنان. ده كده بعد ما استوى بصوا شكله عامل ازاي، واللحمة المتشوحة بالشوربة. بصوا صوابع المحشي كل صباع بعيد عن التاني كده، مفيش رز عليه ولا في حاجة متلزقة عليه، كل صباع يعني ما شاء الله كده مستقل بنفسه. ولا البتنجان والفلفل والكوسة. ما تنسوش يا جماعة اشتركوا في القناة، الله يسعدكم ويحفظكم، وكان أحلى محشي معاكم. مع السلامة.